من خلال ضيف الحلقة أيضا. فاصل ونلقاكم، تفضل. إذن بالقاسم. نعم، مجددا صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم، مرحبا، اهلا وسهلا. اذا نعود لنقرا ما بين السطور. قراءتنا اليوم نتحدث عن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقده الرئيس بوتفليقة رأسه البارحة برئاسة الجمهورية، وخرج وخصصه للتنمية في الجنوب، وأعلن عن تقسيم إداري جديد لولاية الجنوب في السداسي الأول من 2015 يمتد إلى 2016، يعمم على بعض المناطق خاصة الهضاب العليا حسب ما جاءت به وكالة الأنباء الجزائرية وتناقلته وسائل الإعلام الصادرة نهار اليوم. نعود كذلك للحديث عن ما حصل أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني من مهزلة بين قوسين لأول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري لطفي. إذن نسعد باستضافة ضيف البرنامج الأخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. إذن البارحة اجتماع وزاري مصغر لرئيس بوتفليقة مع عدد هام من الوزارات، الطاقة، النقل، وعدد كبير من الوزارات، حضره كذلك وزير الدفاع. تنمية للجنوب وتقسيم إداري، تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذه الدعوة. اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ب 12 وزير البارحة كانت فيه 3 قرارات أساسية. القرار الأول متعلق بالغاز الصخري. نعم. وأكد ما ذهب إليه الوزير الأول من قبل، ما قيل وما اتخذ من قرار نثمنه لأنه فيه تراجع كبير عن بيان مجلس الوزراء ل 21 ماي 2014 بعد مباشرة الانتخابات، وكانت تلك يعني هدية العهدة الرابعة، بأن البيان كان واضح: مباشرة استغلال الغاز الصخري رغم القانون المحروقات الذي صادقت عليه الأغلبية بمهزلة نيابية لكن صح التعبير في ذلك الوقت، يتكلم عن التنقيب لمدة 11 سنة وليس 4 سنوات كما يروج الوزير الأول. فالرئيس أكد بأن هذا ليس في برنامج الحكومة، وأظن ما قام به إخواننا خصوصا في الجنوب وجميع الجزائريين من استنكار لتلك المخاطر التي تنجم عن استغلال هذا الغاز، وهذه المخاطر لا ينكرها إلا جاحد أو مغفل أو مراوغ أو منتفع من الوضع الذي نحن عليه اليوم. وناقشنا هذه الأمور في بلاطو هنا في الشروق في وقته عندما رفضنا ذلك الغاز الصخري. فنثمن ما جاء به الرئيس في هذا الموضوع، وهو يعتبر تراجع في الغاز الصخري. قال البارح في ليس برنامج، قال هناك سوء فهم بالنسبة يعني الشعب في السكان في الجنوب، قال سوء فهم. ليس هناك سوء فهم. لو لم يقم أهلنا في الجنوب بما قاموا به ونحن ننوه بما قاموا به لوقعت الكارثة وبدأ الاستغلال، لأن البيان تاع 21 ماي يتكلم عن الاستغلال وليس التنقيب. أن العقد الذي أمر مع هذه الشركة يتكلم على 11 بئر وليس 2. الرئيس قال الرئيس سنوقف التنقيب بعد البئر الثاني. إذا الحمد لله توقف يعني تنقيب في 19 بئر آخر. لكن هذا لا يكفي الكلام، لابد من قرار من رئيس الجمهورية. لابد من قرار من رئيس الجمهورية كي يوقف هذه المهزلة كما وقف مهزلة سنة 2005 عندما أراد شكيب خليل أن يبيع ما فوق الأرض وما تحت الأرض للأمريكان. تدخل الرئيس بنصيحة شافاز ووقف ذلك القانون المجحف والذي يبيع الأراضي الجزائرية. اليوم نتمنى كذلك أن يكون قرار واضح من الرئيس يعني توقيف هذه المهزلة حتى تتطور التكنولوجيا وحتى تتحسن يعني الوسائل المالية للبلد، لأن حتى الوسائل المادية لا تسمح، المخاطر لا تسمح، التكنولوجيا غير متطورة. الحل وهو توقيف هذا القرار الذي أخذ بعجالة من طرف نواب الأغلبية عندما أمرهم أمينهم العام في ذلك الوقت عبد العزيز بالخادم وجاء إلى البرلمان وطلب منهم أن يساندوا الحكومة. والآن قبل أن ينفجر الغاز الصخري في أرض الصحراء انفجر الغاز السياسي الذي لم يعطوا له بال، وهو الذي وقف هذه المهزلة. هذا القرار الأول. القرار الثاني المتعلق بالتقسيم الإداري، هذا كذلك قرار نثمنه، لأن عين صالح تبعد عن تمرس ب 500 كيلومتر. ذهبنا إلى هناك ورأينا المعاناة
التي يعانيها أهلنا وإخواننا في عين صالح وبرج باجي مختار وتمر راس إلى غير ذلك، من الجانب الإداري أتصور واحد يحب يدير استثمار لابد أن يتحرك على 500 كيلومتر. نعم. واحد عنده مريض لابد أن يتحرك من تمر راس أو عين صالح إلى العاصمة. هناك مشاكل كثيرة، فهذا القرار نثمنه على الأقل كمرحلة أولى في الجنوب، لأنه لا يسمح أن نقوم بهذا التقسيم الإداري في هنا في الشرق والغرب إلى غير ذلك، لأن الوسائل المادية للبلد لا تسمح مع انخفاض سعر المحروقات. القرار الثاني متعلق بالتنمية في الجنوب. كانت هناك صناديق في كل مرة تخصص في قانون المالية، ولكن للأسف لا تستغل ولا يصرف منها شيء. والمشاريع التي لم تنجز من خلال قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 كان مبلغ تاع 188 مليار دولار للمشاريع التي لم تنجز، من بينها 143 ألف منصب عمل لم يعني تقوم القطاعات الوزارية بتوظيف أبناء الجزائريين، رغم أن الدولة وضعت هذه الميزانية. في سنة 2011 كانت 130 ألف منصب عمل. إذن فالتوظيف كان متوقف قبل انخفاض سعر المحروقات، لأن الوزارة للأسف مدام ثقافة التقييم والمحاسبة غائبة، يعطون أموال لبعض الجمعيات وهمية غير موجودة، يعطى مبلغ 600 مليار سنتيم إلى رئيس جمعية طلابية لأنه إطار في وزارة التضامن، ويذهب هذا الوزير إلى دار العجزة في مجلس الأمة ولا يحاسب للأسف الشديد. ما تذكرناش الوزير، هذا اسم الوزير لا معروف في مجلس الأمة، هو ولد عباس. أيوة. هو الذي أعطى 600 مليار سنتيم لهذه الجمعية الوهمية. يأتي البارح وزير المالية ويقول أننا سوينا القضية الإدارية، لكن هذا يكفي. هذه تجاوزات خطيرة. الأصل على القضاء والنائب العام يتحرك لمتابعة من ارتكبوا هذه التجاوزات وهذه الخروقات في حق القانون وفي حق المال العام. جيد. الرئيس بوتفليقة البارحة قال بأن عملية التنقيب عن الغاز الصخري لا زالت متواصلة وستنتهي في القريب العاجل. هو يقصد قال ستتوقف بعد البئر الثاني، وأنا أقول لك باللي العقد فيه 19 بئر مع الشركة الفرنسية التي عادت إلى رقان من جديد كي تجعل الجزائريين يعيشون تحت مفاعل نووية بعد المفاعل التي تركتها أثناء الثورة التحريرية. المحتجون في الجنوب كانوا ينتظرون قرارا من الرئيس يوقف تماما عملية التنقيب عن الغاز الصخري وكذلك عملية استغلاله وكذلك بعض الأمور التي تدور هناك في شوارع الجنوب الجزائري. يريدون قرارا سيدا من الرئيس بوتفليقة، لكن اليوم الرئيس خرج بعد صمت طويل، خرج ليقول بأن هناك تنمية، هناك تقسيم، وهناك أشياء. أظن أن هذا تمهيد لاتخاذ القرار، لأن كل المعطيات توحي بأنه قرار يتخذ في الأفق لتوقيف هذه نسميها المهزلة. ملي كانوا 19 بير ولاو 2، لأنهم أرادوا أن يمشوا مباشرة للاستغلال قبل التنقيب. مانيش حاب نرجع للجانب القانوني، المادة 35 واضحة. نعم. تتكلم على 11 سنة من الاستغلال. كاين 3 سنوات الأولى متعلقة بالمرحلة الابتدائية. نعم. كاين مرحلة ثانية هي فيها 2 سنوات، ومن بعد 2 سنوات معناه يعودوا 4 عادوا 7، معناه يعني للبحث. ثم تأتي مرحلة أخرى وهي المرحلة التجريبية فيها 4 سنوات لتولي 11 سنة. الآن الوزير الأول يتكلم على 4 سنوات، معناه حرق المرحلة الأولى الابتدائية وحرق المرحلة الثانية والثالثة تاع البحث وراح مباشرة. إذا نوضح 11 سنة وموش 4 سنوات. ومن ثم احنا قلت لك نثمن هذا القرار لأنه تمهيد لتوقيف هذه المهزلة التي لا خير فيها، لنوجه كانوا موجهين 70 مليار دولار للاستثمار في هذا الجانب. نتمنى أن توجه هذا 70 مليار دينار لضمان قوت الجزائريين الآن اللي راهو مهدد، لأن فاتورة الاستيراد هي 70 مليار دولار كي تستعمل في الفلاحة وفي الصناعات التحويلية كي نضمن قوت الجزائريين، عوض أن نستثمر أموال 70 مليار دولار ونرميها تحت الأرض ولا يستفيد منها الشعب الجزائري. سيدي، في نظركم استجابة الجزائر أو الدولة لمطالب أهل الجنوب في هذا المشكل المقتصر على الغاز الصخري سيؤدي إلى طلبات أخرى ربما؟ أكيد، لأن المشكلة في البلد أن القوانين تمرر. وسنرجع للموضوع الثاني اللي ذكره الأخ أبا القاسم. القوانين في البلد تمرر بطريقة للأسف غير طريقة قانونية. مشكلتنا في البلد ليس مشكلة النصوص، وإنما مشكلة في اللصوص الذين يسرقون النصوص.
كما وقع البارحة في البرلمان وكما عشنا المهزلة التي تكلم عليها. هناك يعني قوانين ونصوص في المستوى، ولكن للأسف تمرر بطريقة غير قانونية عن طريق ما أوجدوه من أغلبية وديكتاتورية عددية مفبركة يوم 10 مايو 2012، وتحولت للأسف اليوم هذه الديكتاتورية من ديكتاتورية عددية إلى ديكتاتورية شخصية تمارس من طرف رئيس المجلس للأسف الشديد اللي ما زال يعيش بسنوات الستينات وحنا نعيشوا في سنة 2015، ويمرر قانون خطير ودوك نتكلموا عليه باش ما نطولش فيه. إذن المشكلة أن السلطة في البلد تعودت أنها لا تستجيب للخيرين والمخلصين من أبنائها وتستجيب للذين يقطعون الطريق ويحرقوا لي بنو ويديروا المظاهرات، ومن ثم ننوه ما قام به إخواننا في الجنوب لأنهم منعونا من كارثة كانت توقع لا قدر الله، منعونا باش ما يعيشوش هما وحنا تحت مفاعل نووية للأسف الشديد. نواصل الحديث بعد نواصل الحديث نعم لطفي، ولكن بعد أن نربط الاتصال الآن بقسم الأخبار نوفيكم بأهم الأنباء.